التصميم اللي هو الجيد مش المعقد، البسيط. خلاص عرفت الستريسز اللي على المنتج ده كذا، تمام، هتلافيه بحاجتين: بالخامة، بالماتيريال اللي هستخدمها، وبالجيومتري. حد يقول لي طب الجيومتري ليه؟ ما هو الخامة خلاص كفاية. يعني هلاقي نفسي ان انا بفكر هو ليه المفصل يتعامل بالطريقة دي. انا لما بختبر حد باختبره في التول بس مش اساسي التول. لو جالي حد يعرف سولid وركس حلو جدا وما عندوش المبادئ، انا ما بقبلوش. ولو جاي العكس انا اعلمه. اللي بيصمم بيبقى شايل هم البرودكت من اول ما كان خط لغايه ما بقى منتج في الانتاج سيريال برودكشن، مش جاست بروتوتايب. لا، انا لو اللي قدامي خد اللوحه من ورايا وسالني، حاجه من اتنين: مشكلة. يا اما انا عندي مشكله، يا اما هو عنده مشكله. اهلا بحضراتكم في اركيدتو جيمبا بودكاست. اركيدتو جيمبا بودكاست هدفه بكل بساطه ان احنا نعمل حاجه زي سينك تانك تجمع لك خبرات مديرين ومهندسين محترفين في سوق العمل في المجال الصناعي. فمعانا النهارده ضيف مميز جدا، وهنتكلم عن موضوع بيهم كل المهندسين، وهو موضوع التصميم الميكانيكي. معانا باشمهندس نادر ابراهيم، مدير الاداره الهندسيه في شركه جيوشي لصناعه السيارات. اهلا بحضرتك يا هندسه. انا بحكي باشمهندس عمرو. حابين بس نعرف زملائنا المشاهدين مين هو مهندس نادر ابراهيم. انا نادر ابراهيم، مهندس، خريج دفعه 2004، ميكانيكا سيارات، جامعه حلوان، هندسه المطريه. اشتغلت في مجال تصميم السيارات من اول ما خلصت الجيش، تقريبا كانت 2007 لغايه دلوقتي. تمام يا هندسه. طيب احنا يعني اغلبنا درس هندسه موضوع التصميم الميكانيكي ده في الجامعه، بس برضه حابين نعرف يعني راي حضرتك، يعني ايه تصميم ميكانيكي، ايه اهميته بشكل عام؟ هو التصميم الميكانيكي في نظري، او يعني مش في نظري بس، هو الحقيقه بتقول كده، لان التصميم يعني حجر الاساس في اي صناعه. هو اي منتج حوالينا علشان اصلا ينتج لازم في الاول لازم له تصميم. فيعني البدايه بتبقى بالتصميم الميكانيكي او التصميم عموما، وبعد كده بتخش في مرحله التنفيذ والايه والتصنيع. تمام. وعلشان تتعمل اصلا التصميم دوت، الموضوع يعني ليه متطلبات كتيره. اولا احتياج. يعني انا مثلا لو بصمم برودكت معين، ما انا ايه الاحتياج وايه المتطلبات على البرودكت دوت. فدي اكيد انا هنسردها في الحوار النهارده. بس الموضوع بيبدا في الاول بالتصميم، بالفكره، والفكره بتتحول لمنتج. تمام. طيب يعني لو حبينا مثلا نرسم رود ماب من اول ما انا طالب في الجامعه، ازاي ممكن اسس نفسي في مجال التصميم لحد ما اوصل ان ابقى مهندس محترف اشتغل في شركه كبيره بعد 5 سنين مثلا؟ هي طبعا زي ما حضرتك بتقول كده، هي الاساس من الجامعه. تمام. كلنا درسنا التصميم، كلنا درسنا الرسم الهندسي، كلنا درسنا الاستريس اناليسيز والماتيريالز، بس مش كلنا حبيناها. في حد حبها وفي حد تعمق فيها، وفي حد تاني لا، اختار مجال تاني او اختار مادة تانية او برانش تاني عجبه. تمام. فهو فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، اللي هو بيبدأ من الجامعة. مم. ودي المهندس ساعتها بيحس وهو بيدرس ان انا عندي باشن في الحتة دي، اللي هو انا بحب احضر، او بحب المجال دوت. تمام. فلازم ينميه هو في الجامعة، مش بس يقتصر ان هو خلاص مادة أنا امتحنتها وذاكرتها ونجحت فيها. لأ، المفروض ينميها أثناء الجامعة. فهي البداية بتبدأ فعلا في الجامعة، اللي تمام. هو لازم يبقى عنده المعرفة والدراية الكاملة جدا بالمواد دي. تمام. من تمام. أول من أول الرسم الهندسي لأول للستريس اناليسيز والماتيريال، ويعرف يفرق ما بينهم، يعرف ايه الميكانيكال بروبرتيز بتاعت كل مادة، إيه اختار ايه عن ايه. ده كله ده بيبدأ من الجامعة. طب بعد كده ايه؟ مش بعد كده، هو أثناء الجامعة لازم ينمي نفسه بالتولز. التولز زمان كنا بنرسم على ورقة وقلم، تمام، وبوردة. بعد كده الحاجة احتاجت شوية لبرامج هندسية 2D، وبعد كده الموضوع اتطور لبرامج 3D وبرامج سيموليشن. مم. فهو لازم ينمي نفسه في الحتة دي أثناء دراسته. ما يكتفيش بس بالمواد بس، لا، لازم ينمي نفسه أثناء دراسته. لازم يبقى عنده التول دي، والتول دي برامج يعني هندسية متطورة جدا. تاني حاجة، ما برضه في التدريب الصيفي. مم. ما هو برضه أثناء التدريب الصيفي برضه ما يكتفيش بكده. تمام. في شركات فيها مجال تصميم هندسي كويس جدا، لازم برضه يدور عليها ويسعى إن هو يتدرب فيها تدريب صيفي. تمام. تمام. هتساعده وهتفيده كتير قوي. برضه في حاجات تانية الجامعات، يعني في مدار الكام سنة اللي فاتوا بينظموا مسابقات هندسية زي فورمولا وزي ايفرلاست. الحاجات دي
بتنمي جدا جدا، وبتعيش فعلا المهندسين انهم يخرجوا بره الدايره التعليميه او بره الدايره النظريه للدايره العمليه. مهم. فلو عنده فرصه ان هو يشترك في احد المسابقات دي هتنميه جدا. اللي هو الجمعيات العلميه والكلام ده. اه والمسابقات المسابقات الهندسيه مهم. دي تحفه جدا يعني. حضرتك لمست ده مثلا مع خريجين، بيبقى في فرق ما بين اللي ما اشتركش في حاجه زي كده بص فرق واضح يعني. انا من خلال شغلي انا بعمل انترفيوز لمهندسين مثلا، انا محتاج حد في التصميم، شتان ما بين اللي هو حتى لو جايب تقدير، اللي هو ذاكر وخلاص اكتفى ان دي مذاكره ودراسه وخلاص روح، وما بين فعلا اللي اشتغل في المسابقات دي. لا بيبقى عنده نولج حلوه جدا، ودي بتخليه اصلا يرتبط بصناعه الصناعه بدري. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عملت تصميم على 3D وانا شايفه احسن تصميم في الدنيا. مم. مين قال؟ مين قال ده احسن تصميم في الدنيا؟ مظبوط. مين قال اصلا ده متجرب او عملي؟ ما هو لازم يبقى ابليكابل للتصنيع. فهو الناس اللي هي بتشترك في المسابقات ديت او الطلبه بتشترك في المسابقات دي بتحتاج ان هي تعمل تصميمها، وبعدين بتنزل كورش او بتنزل في ورش الكليه اللي هي بتشرف على تصنيعه. ساعتها الخبره العمليه في التصنيع، الارتباط ما بين التصميم والتصنيع مش فجوه، مهم. مفيش فجوه ما بينهم. المفروض هما الاتنين مرتبطين جدا ببعض، لان كمان اللي بيصمم لازم يبقى عنده درايه دي هتتصنع ازاي. انا لو مش عارف اصنعها ازاي، ملوش لازمه. بس انا بعمل ايه؟ مم. ما بسيبش حاجه خياليه. طيب حضرتك شايف ايه البرامج اللي لازم اتعلمها، وايه البرامج اللي بريفيرد يعني ممكن اتعلمها تبقى زياده؟ هي البرامج اللي لازم تتعلمها او لازم كل مصمم يتعلمها، برامج ال 3 دي اللي هي بتكريت بيها، او برامج الكاد عموما. مم. الكاد 2 دي و 3 دي اوتوكاد ده لازم. في ناس بتستسهل شويه او بتستخدم شويه الاوتوكاد، مم. اللي هو انا خلاص انا برسم 3 دي مش محتاج ارسم 2 دي. ما هو في الاخر اصلا اللي هيرسمه هيطلعه 2 دي. في لوح كتير قوي هندسيه كريفرنس موجوده على الاوتوكاد، ما مم. هو لازم يفتحها ويقراها ويتعامل معاها. بس انا مثلا يعني يعني انا مثلا فاهم ان السوليد فيه 2 دي برضه عادي، فليه انا اتعلم فاهم اوتوكاد؟ انا فاهم بس السوليد انا عارف السوليد انت بتعمل 3 دي مم. وبترجع تطلعه 2 دي. في ريفرنس رسومات اصلا هي ما تعملهاش 3 دي، هي اصلا مم. 2 دي او اوتوكاد. اه تمام. تمام. وفي ساعات بيبقى في كومباينيشن في بعض الشركات ما بين الاثنين. مم. مثلا مش كل الناس بتشتغل سوليد، مش كل الناس بتشتغل اوتوكاد بس. تمام. فانا لازم يبقى انا عندي الايه، الاثنين. الحته دي. تمام. في ناس انا مع حضرتك ان في ناس بتحب تفضل لا انا 3 دي سوليد ورك خلاص مش هشتغل غيره. مم. بس لا اوتوكاد مفيد، اوتوكاد مفيد، والاوامر بتاعته والشغل عليه مفيد. تمام، يعني مثلا نقدر كده نقول ان الاساسي هو برامج الكاد، سواء مثلا اوتوكاد، سوليد وركس، تمام. كاتيا مثلا، تمام صح؟ كاتيه برضه الانفنتور بالظبط بالظبط اعتقد، صح؟ الانفنتور. تمام. طب ايه بقى اللي ممكن يبقى بريفيرد بقى؟ في برنامج اسمه الانسys برضه هو برنامج تصميم بيشتغل شوية على الستريس اناليسيز في في الحاجات المتقدمة. يعني مش كل الناس هتحتاج انسys. تمام. تمام. بس لو حد بيعرف انسys ده برضه هينميه ويقويه. طيب يعني لو حبينا كده نتكلم بقى عن الخريج اللي فاتوا في الجامعة انه يشارك في مسابقات او يشارك في الكلام ده كله، تمام. ازاي ممكن يلحق نفسه؟ طبعا الخريج اللي هو هيشتغل تصميم زي ما قلنا من البداية اللي هو عنده البذرة، امم. اللي هو عنده المبادئ الأساسية عنده الشغف يعني. وعنده الشغف وعنده يعني ميوله ان هو هيشتغل تصميم. تمام. ده كده ده اول خط، مهم. سواء اتخرج او ايه او لسه لسه في موجود في الجامعة. الكليه. تمام. الخريج اللي هو اتخرج خلاص، اللي هو المبادئ دي عنده، هيلاقي عنده وقت ان هو يتعلم البرامج ديت. تمام. ويبدا سوق العمل ويبدا في مجال العمل. مفيش حاجه اسمها فات مني حاجه، تمام. مفيش حاجه اسمها انا فاتني ان انا اشترك في مسابقه. تمام. مهم. لا ما انا اصلا طول الوقت اصلا لو انا عندي الباشن دوت هلاقي نفسي بفكر في التصميم في كل وقت. بمعنى ايه؟ يعني هلاقي نفسي ان انا بفكر هو ليه المفصل دي اتعمل بالطريقه دي. مم. انا مثلا راكب المترو، مثلا راكب عربيه، راكب اي حاجه، هو ايه اللي عمل دي عملها كده. تمام. هو اوريدي عنده الباشن من جوه. تمام. يعني فناقص له التول، والتول دي انا شايفها اي حد يتعلمها. سهل اه. وبرضو انا لما بختبر حد باختبره في التول بس مش اساسي التول. لو جالي حد يعرف سولid وركس حلو جدا وما عندوش المبادئ، انا ما بقبلوش. ولو جاي العكس انا اعلمه.
طيب يعني بمناسبة النقطة دي، يعني كده حضرتك ايه مثلا الجوب ريكويرمنتس لما تبقى بتعمل انترفيو لحد انت شايف ان دي لازم تبقى موجودة في الشخص اللي هيشتغل تصميم؟ تمام. انا هنهيها بالتول، تمام. لان التول دي انا بالنسبه لي سواء سوليد ووركس او اي برنامج تاني، بالنسبه لي هي ورقه وقلم. مم. ورقه وقلم، لو اديتك ورقه وقلم ترسم حاجه، لو انت مش عارف ترسم، او لو انت ما فيش حاجه في في دماغ الشخص يرسمها، هيسيبها لي فاضيه. مم. تمام. ماشي. اهم حاجه بالاول بتبدا من هنا. تمام. لازم يبقى عنده اولا مستوى تخيل كويس، لازم يبقى عنده مبادئ تصميميه كويسه، لازم يبقى عارف ايه الفرق بين المواد، الماتيريال، ازاي بعملها كلاسيفيكيشن، ازاي بدخلها في التصميم بتاعي على حسب الريكويرمنت بتاعتي. تمام. مهم. لازم يبقى عنده الخلفيه دي. تمام. ولازم يبقى عنده البيزك بتاعت ايه الرسم الهندسي والخيال. بسبب في ناس تقول لي انا بعرف ارسم رسم هندسي، بعرف مش سوري مش رسم هندسي، بعرف ارسم 3 دي. مم. ايه بقى لازمتها ان انا اقعد استنتج مساقط؟ لان من احد الامتحانات اللي انا اصلا ببقى حابب ان انا امتحنها اللي قدامي، هتستغرب، امتحان رسم هندسي بتاع اعدادي، اعدادي هندسة. اللي هو استنتج مسقط التالت. مم. تمام. طب انا ليه استخدم ده؟ طب ما انا عامله 3 دي، انا ليه بقى اوجع دماغي؟ طب ما هو اصلا انت لما تيجي لو انت مش عارف تقرا الرسمه ال 2 دي، مش هتعرف تخرجها، مظبوط. مش هتعرف تحط الداتا اللي غيرك يعرف يقراها. مم. ماشي. دي نقطه لازم انا ابقى قوي في الحته دي، عشان اعرف وانا بدي الرسمه الهندسي الورك شوب دروينج ان انا اخليها فولي ديفايند. هي دي اللغة. بالظبط، هي دي مم. اللغه. انا لو اللي قدامي خد اللوحه من ورايا وسالني، حاجه من اتنين: مشكلة. يا اما انا عندي مشكله، يا اما هو عنده مشكله، مم. ما فيهاش حاجه تالته. مظبوط. لو هو ما عرفش يقرا رسمي، يا اما انا رسمي ناقص فعشان كده جاي يسالني، الورك شوب دروينج بتاعتي ناقصه، يا اما هو مش بيعرف رسم هندسي. مفيش مم. حاجه تالته. فاهمني؟ فهي دي ممتاز. النقطه. طب ما انا اصلا لما انا اطلع الورك شوب دروينج لازم اخليها مقريه كويس، لازم انا ابقى متعود اقرا الرسم، وعارف اقرا رسم كويس قوي، وعارف يعني ايه مساقط. مهم. تمام. حاجه تانية، لو بشتغل على برودكت كبير، انا مش شغال لوحدي، شغال انا وتيم. تمام. ما انا برضو لازم انا اكون مثلا مثلا انا في المصنع، وحد سالني في لوحه زميلي، اقول له ما اعرفش، اصل هتسال لما اروح افتح 3 دي. طب مم. استنى لما مش عارف، اذا كان انا مش عارف اقراها، ايوه. مش عارف اطلعها. فاهم قصدي؟ مفهوم. فهي الموضوع ده مستوى الخيال يبقى كويس جدا في الرسم الهندسي، درايه بالماتيريال والمواد، الاستريس اناليسيز، امتى الاختبارات اللي انا بعملها كسيميوليشن في البرامج، اللي بعملها ازاي عشان اطمن ان البرودكت دي او القطعه ديت هتستحمل الحمل. الحمل. تمام. طيب هل وجود المنتور يا هندسة مهم في حياة أي مصمم؟ هو المنتور بصفه عامه هو مهم في حياتنا، هو لازم كل واحد يبقى ليه حد كده ايه، يعني. يبقى منتور ليه. تمام. وفي المجال التصميم او مجال التصميم الهندسي، طبعا مهم جدا ان انا داخل في مجال، انا لسه جونيور، انا لسه ما اعرفش كل حاجه، فلازم يبقى ليا مرشد او ليا حد اساله، ليا حد اخد منه معلومه، وليا حد اخد رايه. تمام. وعلى فكره المنتور هنا مش شرط يكون مدير، مم. يعني مش شرط يبقى مديري هو المنتور بتاعي. تمام. لا، ممكن واحد صاحبي، ممكن انا شغال في تيم وورك، مجموعه من الزملاء مع بعض، اللي هو كل واحد ياخد رايه انا عملت حاجه يا فلان، انا عملت كده، ايه رايك؟ مم. تمام. ممكن اخد منه افكار. ماشي. ولو غاب المنتور عامة في الموضوع، ده مش معناه نهاية الكون. تمام. مم. او اللي هو هيأثر معايا، لا، انا ابقى منتور نفسي، انا انمي نفسي، اقرا كويس، اتعلم حاجات اكتر، اقرا كويس عن المجال بتاعي، بس فده كله حلو. بينمي. يعني ازاي ابقى منتور نفسي بقى يعني؟ منتور نفسي ان انا انمي نفسي بالمعلومات. مثلا انا حاسس ان انا القطع او الجزء دوت من شغلي انا مش قوي فيه، تمام. ابدا اقرا فيه، مم. اتعلم فيه اكتر. مثلا لو هنفترض ان انا في السوليد مش احسن حاجه، مم. في يعني اكثر ما هو الكورسات اللي بتدي كده فيديوهات فور فري على النت، اقدر انمي نفسي بيها. على فكره مش كل اللي اشتغل دلوقتي بيشتغل في التصميم اللي هو كان واخد كورسات وسيرتيفايد من الشركه اللي هي بتدي كورسات، لا مش شرط.
تمام، إمم. لأ ممكن ينمّي نَفْسه ويقدر إيه، يخُش في الحتّة ديّة. فهو يحس بنقطة ضعفه، تمام، ويبدأ يقويها. ي بس ده ما يعني ده مع إن يقوي نقطة قوته. كان يعني في حد بيقول لنا دايمًا يعني المهندس الشاطر هو اللي عارف هو مش عارف إيه، آه، يعني ده اللي حضرتك عايز تقوله يعني. أنا مع حضرتك في الحتّة دي. تمام. بس أنا برضه يعني عايز أفهم إيه اللي يخلّي الmentor يفرق عن إن أنا مثلًا أذاكر من على Udemy أو أذاكر من أي مكان أو غيره، ما هو أنا باذاكر اللي الmentor هيدّيه لي أو هيقوله لي. لا، لأ الmentor بيدّيك الخلاصة، إمم. الmentor بيدّيك الخلاصة. على فكرة الmentor بس مش بيحل لك مشكلة تصميمية، ده بيعلّمك تتعامل معاها إزاي، أتعامل معاه إيه؟ مع المشكلة بتخلّيك تتعامل معاها إزاي، إمم. تمام، إزاي تفكّر يعني. إزاي تفكّر وإزاي تفكّر في المشكلة. ده أصعب وقت في التصميم. بمعنى إمم. إيه؟ معنى دلوقتي أنا اشتغلت على product معيّن، الproduct دي نزل تصنيع، فأثناء التركيب أو أثناء التصنيع حصل فيه مشكلة، الحق فيه مشكلة، تمام، في حد يتوتر، في حد يخاف، في حد يفقد تركيزه. هو معلش هو لمّا أصلًا هيحل المشكلة هيحلها إزاي؟ ما مضبوط. يحلها من هنا. إمم. فده لو مش هادي، تمام، فده بتيجي إزاي؟ أنا رأيي بتيجي إزاي؟ أنا باشوف أصلًا غيري من اللي هو بيسبقوني بيتعاملوا إزاي، إمم. تمام، دي في حد ذاتها نوع من الإرشاد. صح. طيب هل لو أنا اشتغلت في مجال التصميم في صناعة، مثلًا صناعة السيارات زي ما حضرتك شغال، تمام. قعدت فيها 10 سنين مثلًا، هل لو أنا رُحت اشتغلت في تصميم الأجهزة المنزلية بعد كده هاواجه صعوبات في حاجة زي كده؟ مش يعني هاواجه شوية، يعني أنا في الأول هاشتغل تمام، إمم. لإن المبادئ الأساسية عندي. يعني أي حد لو دخل من مجال تصميم في مجال راح مجال تصميم تاني في نفس يعني بس في التصميم، هيلاقي في الأول صعوبة إن هو كان بيتعامل مع متطلبات، مع نوع معيّن من الmaterials، آآ product مختلفة، تمام، راح لحتّة تانية بس الأساس واحد. زي إمم. ما قُلنا من شوية، ما هو في الأول عنده الأساس التصميمي، عنده ال آمم الtools، عنده كل حاجة اختبار يعني الmaterials كل الbasic كل الbasic اللي إحنا قُلناها من شوية، تمام، إمم. هي عنده، تمام. فلمّا يروح في حتّة تانية، هو بس هيحتاج بس يعرف أكتر عن الإيه، الproduct الجديد. إمم. بس مجرّد بس ما ياخد منّه معلومات، يعرف هو بيتعامل مع إيه، الproduct متطلباته إيه، هيشتغل. تمام. يعني بمناسبة بقى النقطة دي، يعني كده معنى كده إن كل product بيكون ليه مثلًا معايير أو متطلبات معيّنة. طبعًا. فإيه هي المعايير اللي إحنا ممكن لازم العامة اللي مش فارق بقى فيها الproduct، المعايير اللي المفروض نراعيها أثناء التصميم عمومًا؟ تمام، هو أول حاجة بناخدها إيه هي الneeds من الproduct ديّة، إمم. تمام، لازم أحدد متطلبات الproduct نفسها. أي تصميم أصلًا بدأ باحتياج، احتياج عميل. احتياج عميل، تمام. تمام. أنا دلوقتي عايز أصمم شيء معيّن، ما لو هو ما فيش احتياج ليه مش هابدأ تصميمه. طب أنا إمم. ليه مش هاضيّع وقتي يعني، مش اللي هو بارسم للفراغ، أنا بارسم حاجة product يتنفّذ ويطلع إيه، يتباع. يتباع ويخدم يخدم الناس. فهو في أول حاجة أحدد متطلباتي، تمام، تمام. وبعد كده أحدد ال الgeometry بتاع الproduct دي. بمعنى إيه، دلوقتي أنا عرفت إن أنا عايز أعمل product معيّن. طب الproduct ده إيه الmaterial بتاعته، إيه تكلفته، إيه الgeometry بتاعته. بارسم كده sketch كده اللي هو أنا بافكّر في إيه، زي اهم. كده brainstorming ليه، تمام كده. تمام. وبعد كده بابدأ إيه، أنفّذ ده على الCAD، تمام. عكّاد ده اللي هو برامج الCAD. برامج الCAD، تمام. الAutoCAD أو اللي هو الSolidWorks آه. أو اللي هو برامج ال3D المشابهة يعني، ال3D تمام. تمام. أبدأ أصممها، وأنا باصممها الgeometry بيختلف كتير أوي، لإن وأنا باعمل الgeometry ممكن أتلافى stresses. معلش يعني إيه geometry؟ geometry الشكل والأبعاد بتاع الproducts، تمام. تمام. ما أنا ممكن هاقول لك على حاجة، هو التصميم أصلًا هو يعتبر هو geometry أو جزء ليه أبعاد، تمام، اهم. material، تمام، لازم أعمل عليها stress analysis وأشوف أنا خفّفت إزاي من الإجهادات، تمام. أعرف الإجهادات بتاعتي الأول اللي على المنتج إيه وأخفّفها إزاي. طب ما علشان أنا خلاص عرفت الstresses اللي على المنتج ده كذا، تمام،
اتلافيه بحاجتين: بالخامه، بالماتيريال اللي هستخدمها، وبالجيومتري. حد يقول لي طب الجيومتري ليه؟ ما هو الخامه خلاص كفايه، مهم. الميكانيكال بروبرتيز بتاعتها. لا، ما انا ممكن اعمل جيومتري وانسى او اعمل حته فيها ستريس كونسنتريشن، مم. فكده اصبح الجيومتري كده ناقص، ايوه. او الجزء التصميمي في الجيومتري ده ناقص. تمام. فانا بعالجه بالاتنين، اني وانا شغال بالجيومتري، تمام، او شغال في ال 3 دي، او شغال على البرودكت نفسه، لازم اخد الحته دي حسابي في الابعاد بتاعتي والشكل، مم. وشكل البرودكت نفسه. ده بيشيل كتير قوي من الاجهادات. تمام. خلاص انا خلصت الحتتين دول، انا كده ما خلصتش تصميم. حتى لو خلصت الورك شوب دروينج كل حاجه، ما خلصتش تصميم. ما لازم ابقى انا متاكد وانا شغال ان هو قابل للتصنيع. تمام. ما صنعش، ما اعملش شكل حاجه تحتاج ماشيننج كتير، او ماشيننج غاليه، افضل اعلي من سعر البرودكت ده على الفاضي. تمام. مظبوط. هو مش مستاهل، او هو مش في حاجه لكده. تمام. فبرضه لازم اتاكد ان هو ماشين بتاع او قابل للتصنيع. تمام. تمام. وبعد كده خلاص عملت المنتج وصنعته. تمام. ده صنعته كبروتوتايب، مم. لسه ما خلص. ما مهم. لازم يتجرب، مظبوط. لازم اعمل له اختبارات. تمام. بدون اختبارات انا عندي منتج انا نفسي مش واثق فيه 100%. مين بقى اللي بيحدد الاختبارات المناسبة مثلا؟ على حسب طبيعه المنتج، مم. على حسب طبيعه المنتج. يعني اللي بيعمل اتوبيسات غير اللي بيعمل مراوح، غير اللي بيعمل يعني المنتجات كتير. يعني اقصد بتوع الجودة مثلا، ولا التصميم اللي بيحددوا المواصفات، او ولا التسويق، ولا غالبا بتبقى الجوده. الجودة؟ الجوده مم. هي اللي بتقوم على الاختبارات ديت. تمام. وبيبقى في ريبورت جوده، المفروض بعد ما الاختبار المنتج دوت تحت ظروف شاقه، في اختبار تقرير من الجوده بتيجي بالفيدباك بتاع المنتج. ما انا عارف ان الجودة طبعا هي اللي بتعمل الاختبارات، بس هل هي اللي بتحدد اصلا ان المنتج ده محتاج الاختبار ده، ولا التسويق مثلا او الإدارة الهندسية؟ هو اللي بيحدد اللي هو محتاج. اه. تمام. نوع الاختبار نفسه من بالظبط. الاداره الهندسيه. الإدارة الهندسية. بس اللي بيقوم عليها الجوده. امم انا كان في مخيلتي ان التسويق مثلا بيقول للاداره الهندسيه والله يعني انا عايز المنتج ده يعمل كذا عشان العميل يبقى مبسوط بيه، فالاداره الهندسيه بتقرر ان الاختبار ده هو اللي هيحقق الحاجه دي، فالجوده بتختبر في الاخر. انا كده صح ولا؟ بص، في مجال انا هتكلم في مجال الاتوبيسات، او مجال الاتوبيسات عموما. آم، معروف اختبار الاتوبيس هيكون ايه. اولا في امم. معايير السلامه لازم تختبر. تمام. معايير الجوده دي لازم تبقى متحققه. اهم يعني مثلا من ضمن احد الاختبارات في الروت تيست، لازم يبقى روت تيست تحت ظروف شاقه. تمام. امم. الووتر تيست لازم يبقى فيه شاور تيست قوي جدا، عشان تتأكد ان اثناء الظروف الطقسية الصعبة اللي هي زي المطر او كده الدنيا ما تبقاش فيها ليكج من المية. تمام. امم. دي احد الاختبارات اللي بتقوم بيها. دي هنقول مثلا ايه، دي الستاندر بتاع الاختبارات. مظبوط. يعني هتكلم على الستاندر بتاع الاختبارات. تمام. الا بقى لو في اتوبيس رايح في مجال ابنورمال شويه، اللي هو احتاج له اختبار تاني، امم. يبقى دي تمام. كيس عشان الحته ديت مطلوبه كده. تمام. غير كده الستاندر بتاع الاختبارات واحده يعني. تمام. احنا طبعا كده هنحتاج غالبا حلقه تانية مع حضرتك، بس عايزين نختم الحلقه دي بسؤالين. اتفضل. يعني اهم 3 حاجات حضرتك اتعلمتهم في حياتك العمليه، ناخد بقى حته خاصه بالشخصيه شويه. تمام. ونصيحه تحب تنصح بيها المهندسين كان نفسك حد ينصحها لك وانت صغير. تمام. هي اهم 3 حاجات فعلا اتعلمتهم في حياتي العمليه: ان التصميم اللي هو الجيد مش المعقد البسيط. امم. تمام. يعني انا ما افرحش قوي باني اعقد في الدنيا عشان اطلع شكل. لا، بالعكس، بالعكس خالص. امم. كل ما التصميم كان بسيط كل ما كان اصعب، وكل ما كان احسن. تمام. تمام. دي نقطة، او دي حاجة التانية اللي هي حل المشكلة. كل تصميم زي ما قلت لحضرتك دلوقتي ان هو كل تصميم وارد ان هو يحصل في البروتوتايب او في الاختبارات في مشاكل. مهم. هتعامل معاها ازاي؟ ما ممكن حد يتعامل معاها بشكل ديستركتيف، يقول امم. لك لا استنى، الموضوع ده مش ده لازم يتعاد من اول وجديد. انت موارد زياده. انت في انهي مرحله عشان تقول كده؟
في أنهي مرحلة تصميمية أو أي مرحلة تنفيذ عشان تقول كده، إلا لو كان فعلًا ده في حاجة، أنا مش باتكلم على كده، تمام؟ أنا باتكلم على المشكلة اللي ممكن تتحل بأقل الخسائر، تمام؟ تمام. فدي برضه دي مهمة جدًا إن حد يبقى عنده إيه، الbackground دي، إن أنا مش عشان أحل حاجة لازم أهدّها، اهم. تمام؟ وأبدأ من أول وجديد، أصل هي فيها مشكلة كذا، لأ في حلول تانية ممكن تعالجها، تمام؟ تمام. فدي مهمة جدًا. تالت حاجة، أيًا كان الضغط لازم يبقى ده التفكير هادي، إمم. لإن أنت لو ما حصلش كده هتفقد أو هتفقد الoutput بتاعك، صحيح. تمام؟ سواء في بداية تصميمك أصلًا أو في إيه، أو في الfollow up بتاعة المشكلة، أو follow up المنتج نفسه. تمام. فلازم ال3 حاجات دول يعني بيفرقوا كتير. تمام، يعني كده النقطة الأولى إن أنا خلّيني دايمًا أعمل تصميم simple وبسيط، والنقطة التانية إن أنا أعرف أفكّر في حل دايمًا للمشكلة، ما استسلمش أبسط، بسهولة يعني لأ وبحل بسيط، ما إمم. أفكّرش في حل معقّد، لأ في حل بسيط. تمام، والنقطة الأخيرة إيه بقى؟ إن إحنا كتصميم اللي هو الoutput أصلًا بيبقى من خلال التفكير، تفكير، صح كده لازم التفكير يبقى هادي. التعامل مع الضغوط عمومًا بالضبط. لأن طبعًا بتوع التصميم دايمًا تحت ضغط من الprocess وتحت ضغط من العميل وتحت ضغط من الكل يعني. في حاجة قُلتها لي وإحنا جايين، قُلت لي في ناس بتحسب التصميم إن هُم قاعدين في مكاتب، مضبوط. أنا عايز أقول لك الموضوع مش كده خالص. اللي بيصمم بيبقى شايل هَم الproduct من أول ما كان خَط اهم. لغاية ما بقى منتج في الإنتاج serial production، مش just prototype، لأ، إمم. ده هو already متابعه مراحل تصنيعه، وماشي معاه واحدة، واحدة، وبيشوف مشاكله وبياخد منها الfeedback، اهم. تمام، وبيفكّر إن ده بعد كده ما يحصلش في الproduct الجديدة، تمام. أيوه. فالموضوع مش موضوع اللي هو أنا قاعد في مكتب، لأ إمم. موضوع أعقد من كده يعني. تمام، طيب النصيحة بقى اللي حضرتك كنت تتمنى حد ينصحها لك وأنت صغير؟ نصيحتي لأي حد في الكلية اللي هو ما يستهترش بالوقت وما يضيّعش وقته، ما يقولش هم 4 سنين، تمام، آآ يعني مجرد إني هادرس وهانجح وهاخلّص، لأ، أنا عايزك تستغل ال4 سنين دول أحسن استغلال، هم فعلًا هم السنين اللي هتكتسب منهم أكبر قدر من المعلومات، تمام، وأنت ده الwork بتاعك، يعني أنت مهمتك دلوقتي وأنت في الكلية إنك تنمّي نفسك، وإنك تكتسب أكبر قدر، اتعلم أي حاجة، اهم. اتعلم أي حاجة هتفيدك، الله ينور عليك. لأقل البرامج، لأقل البرامج مش شرط البرامج الهندسية، أنا عايز أقول لك برامج الoffice هتفيدهم جدًا، تمام، ما فيش حاجة هتتعلمها مش هتفيدك. الله ينور عليك يا هندسة. معلش للأسف الوقت بيمُر بسرعة فإحنا خلّصنا كده وقت الحلقة دي، بس يعني هنحتاج نقعد مع حضرتك حلقة تانية بصراحة عشان لسه ما خلّصناش الأسئلة اللي الزملا باعتينها، فاتشرّفت بحضرتك وإن شاء شرف ليّا. الله يعني نتقابل مرّة أخرى في الحلقة الجاية بإذن الله مع مهندس نادر إبراهيم.